مثل ما فعل الخسيس المؤيد. قبل كم سنة كنا نقول في واحد من العلماء أو في واحد من المعممين صار وهابي، صار غير مذهبه من الشيعي إلى السني. في واحد ما كان فيها لو 1% ما كان فيه، شخصية واحدة ما فيه. صحيح ولا مو صحيح؟ الآن لا، طلعت شخصيات وشخصيات. طلع أحمد الكاتب اللي ينكر الإمام الحجة، وطلع فضل الله اللي نكر مظلومية الزراء بكبرها، والآن يطلع لك حسين المؤيد الخبيث اللي راح وصار وهابي، والآن في الطريق كمال الحيدري اللي نكر أصل الإمامة. أقسم لكم والله أن أفاضل كبار من معممين ومن كتاب شيعة كبار لهم عشرات المؤلفات في قم جلسوا معي ساعات وهم معتقدون أنه لا إمامة سياسية. يقول ولكن نخاف شنو؟ نخاف نتكلم. هسه تقول لي زيدنا هذه راح يسجلوها يقولوها. يا أخي هاي القضية ما يريد يقولها، ده تطلع على ماذا؟ على الفضائيات، ده تقال. هي مو أنا ما أريد أجيب الأسماء، وإلا أنتم أعرف الأسماء، ده تقال مولانا، وده تكتب فيها الكتب الكثيرة في هذا. كبرى كذبة التشيع انشقاق خلقته مؤامرة، وظل المتآمرون هذا الثلاثي، ثلاثي الروم والفرس واليهود، هو الذي يرعى التشيع. واليوم الموقف الدولي هو الذي يساند التشيع. وهناك كتاب هذا ينفعكم أن تقرؤوه اسمه صحوة الشيعة، ألفه شخص باسم نصر ولي. نصر ولي قيل إنه أفغاني وقيل إنه إيراني، قد تنصر وهو في أمريكا يشتغل مع المحافظين الجدد، جماعة رامزفيلد، من جماعة رامزفيلد. في أيام بوش كتب هذا الكتاب اسماه صحوة الشيعة. طبع الكتاب وترجم وطبع بالترجمة العربية بأكثر من عنوان، منها عنوان صحوة الشيعة. أعضاء في الكونغرس الأمريكي قرضوا هذا الكتاب، وأنا قرأت تقريضاتهم، وأحدهم قال من يريد أن يتعرف على الاتجاهات المستقبلية للسياسة الأمريكية عليه أن يقرأ هذا الكتاب. وهذا الكتاب إن قرأته ستجد خلاصته الآتي: يقول أهل السنة هم الخطر على الغرب، وأهل السنة مشروع نهضوي يمكن أن ينفجر في أي لحظة من اللحظات، يسترجعوا مجدهم ولا نستطيع السيطرة عليهم. فمن أجل ضربهم لا بد من ضربهم، يقول لا بد من ضربهم، لا بد من إضعافهم. ومن أجل ذلك يجب علينا أن نخرج الشيعة من القمقم، ونخلق كتل سياسية، دول شيعية في وسط دول أهل السنة، كي نمنع تماسك الدول السنية، وكي تبقى هذه الكيانات الشيعية مصدر لضرب الاستقرار في الدول السنية. هذه هي سياسة الغرب. اليوم التحالف أنا أسميه تحالف الصادات الثلاث: الصليبية والصهيونية والصفوية. التقت مصالحهم ضد أهل السنة والجماعة. وهؤلاء الغرب يرعى التمدد الشيعي. اليوم أي عمل دعوي بسيط يوصف بالإرهاب إذا كان من أهل السنة والجماعة. أي عمل خيري يمنع. أراد أهل السنة أن يفتحوا مدرسة في أفغانستان فمنعتهم أمريكا، وجاء الخامنئي وفتح جامعة كبرى في كابول السنية التي ليس فيها شيعي، جامعة كبرى، وأجيز. الغرب يرعى التمدد الشيعي ويريد لهذا التشيع أن يمتد، لأنه صنيعة هؤلاء أصلا تاريخيا. هؤلاء يرعون صنيعتهم، هم صنعوا التشيع وأرادوه أن يبقى إسلاميا، يعني وإلا هم صنعوا البهائية
لكن البهائية تسأل البهائي تقول له أنت مسلم؟ يقول لك لا أنا مش مسلم. لكن هؤلاء الشيعة أرادوا لهم أن يقولوا نحن المسلمون، نحن جزء من هذه الأمة، كي يستطيعوا أن يلعبوا الدور. ولا إذا قال الآن نتمنى أن الآن يعلن مراجع الشيعة ويقولوا نحن لا علاقة لنا بدين الإسلام. العلويون في تركيا أعلنوا ذلك وقالوا للحكومة التركية تعاملوا معنا كدين آخر. احنا قالوا لهم نحن لا نعترف لا بالقرآن ولا بهذه الأمور كلها، لا نعترف بها، تعاملوا معنا كدين آخر. هذا يريحك جدا. الشيعي لو يقول لك والله أنا دين ثاني وأنا ما محسوب من هذا الدين ترتاح. المشكلة هو يقول لك مو فقط يقول لك أنا مسلم، يقول لك أنا الذي أمثل الإسلام الحقيقي، أنا الذي أمثل الإسلام المحمدي، وأنت اللي ما تمثل الإسلام، أنت تمثل الانحراف. هذه هي المشكلة. والغرب يريد هذا، لأن كي يلعب الشيعة الدور لابد أن يلعبوه كمسلمين من داخل الأمة الإسلامية، يحطموا الأمة الإسلامية من الداخل. هذا خطر كبير.